بسم الله الرحمن الرحيم. خسارة الأهلي من فلامينجو البرازيلي 4-2. عايز أقول لكم إن النادي الأهلي أفضل من فلامينجو البرازيلي. النادي الأهلي عمل جيم كبير جدا النهاردة، معظم فترات الماتش، خصوصا في الفترات اللي النادي الأهلي حتى وهو خسران قدر يرجع للمباراة ويتعادل عن طريق عبد القادر ويتقدم كمان 2-1. بس في أسباب أدت إلى خسارة النادي الأهلي، لكن في المجمل الاهلي افضل من فلامينجو. انا كنت متخيل ان فريق فلامينجو افضل من كده، لكن اداء وقوه النادي الاهلي اقوى من فلامينجو البرازيلي. النهارده الاهلي خسر بسبب بعض الاسباب، يعني في بعض الاسباب اللي ادت الى خساره النادي الاهلي. اول حاجه الطرد بتاع خالد عبد الفتاح، وهو يعني مش مقصود. خالد عبد الفتاح اتزحلق وداس على رجل لاعب المنتخب البرازيلي المهاجم، ويعني حتى الكرة كانت فاول من بره، مش ضربة جزاء لما الفار عادها. فالطرد والنقص العددي فرق كتير مع النادي الاهلي، رغم ان النادي الاهلي اساسا يعني كان متقدم. لكن الطرد واللي انت تلعب ناقص قدام فريق برضه بحجم فلامينجو البرازيلي، بطل البرازيل وبطل امريكا الجنوبيه، فرق كتير مع النادي الاهلي. ان اساسا الاهلي عنده مشاكل في قلب الدفاع، فالمشاكل دي ظهرت بشكل كبير جدا بعد الطرد. فالطرد فرق بشكل، يعني يمكن هو السبب الرئيسي لخساره النادي الاهلي النهارده. وهتقولوا خساره 4-2 وخساره كبيره واربع اهداف، لا طبيعي جدا، هي الماتشات مع الفرق الكبيره كده. زي ما حصل مع ريال مدريد، الاهلي كان مميز جدا طول يعني وقت المباراه، ولكن شويه عدم تركيز في نهايه الماتش في الوقت الضايع خلت النتيجه تكبر. لكن النهارده انا بقول لكم ومن خلال رؤيتنا الفريق فلامينجو البرازيلي، رغم ان عنده نجوم ديفيد لويز وعنده فيدال وعنده لعيبه جامده جدا ولعيبه اسماء كبيره جدا سواء في العالم او في البرازيل، لكن الاهلي افضل. الاهلي انا بقول لكم فرقه اقوى من فلامينجو البرازيلي. الاهلي بقى فريق عالمي. زي ما قلت لكم السبب الرئيسي الطرد، النقص العددي فرق كتير جدا مع النادي الاهلي، مع فرقه عندها مهاره وعندها قدرات هجوميه، وكانت خسرانه كمان فريق فلامينجو، فكانوا بيهاجموا بقوه، وده اللي ادى الى ظهور مشاكل كبيره جدا في قلب دفاع النادي الاهلي. كمان عايز ارجع لسبب كده قبل بدايه المباراه. النهارده كولر مغير كتير قوي في التشكيل، يعني مقعد ناس كتير جدا من الفريق الاساسي للنادي الاهلي. حسين الشحات النهارده مش موجود، اليو ديانج مش موجود، في خط الظهر محمود متولي مش موجود، محمد هاني مش موجود. طبعا يفرقوا، اللعيبه دي كلها تفرق مع النادي الاهلي لما بتيجي تلعب مع مستويات عاليه وبتلعب مع فرق كبيره زي ريال مدريد وزي النهارده فلامينجو البرازيلي. اي لعيب مؤثر عندك او لعيب من اللعيبه المهمه في الفرقه، غيابه او عدم البدء بيه في المباراه مشكله، بيعمل مشكله كبيره. فعشان كده النهارده في الشوط الاول، عقبال ما لعيبه النادي الاهلي دخلت الجيم، كان لا فلامينجو كان يعني كان افضل من الاهلي، او كان مسيطر على المباراه افضل من الاهلي في الشوط الاول. لعيبه النادي الاهلي لما تقعد حسين الشحات، الراجل اللي كان احسن لعيب في ماتش ريال مدريد، وتقعد اليو ديانج قوه كبيره جدا في نص الملعب، عمرو السوليه متعور لعب النهارده بمروان عطيه، تقعد محمد هاني الظهير الايمن اللي عنده قدرات هجوميه افضل من خالد عبد الفتاح. يعني خالد عبد الفتاح لعيب كويس وسريع وقوي، لكن ما عندوش القدرات الهجوميه بتاعت محمد هاني. هتقول لي اصل الاجهاد ولسه اللعيبه لاعبه ماتش ريال مدريد. طب هقول لك، ما هو فلامينجو البرازيلي لعب بنفس الفريق اللي لعب قدام الهلال السعودي. هي دايما البطولات الكبيره، احنا مش في الدوري. يعني لو انت في الدوري بتلعب مع فرق الدوري هتعمل روتيشن مع لعيب، ان هنا يعني مستوى لعيبه النادي الاهلي حتى البدلاء بيبقوا افضل من بقيه الانديه. لكن لما تلعب ماتش في كاس عالم انديه على المركز الثالث او الرابع، الروتيشن الكتير ده يقلل فرقتك. خصوصا زي ما قلنا احنا في لعيبه مهمه ما ينفعش تقعد في النادي الاهلي، في لعيبه مؤثره ما ينفعش تقعد في النادي الاهلي. لما بيقعدوا بيتاثروا. النهارده النادي الاهلي كان مشلول هجوميا من ناحيه اليمين، ان زي ما قلت لكم محمد هاني يعني عنصر اساسي وعنصر موجود بعد بقى اصابه كريم فؤاد وبعد اصابه اكرم توفيق. محمد هاني بيأدي بشكل كويس جدا. حسين الشحات ناحيه اليمين كان هو خطوره النادي الاهلي في ماتش ريال مدريد. فلما كولر عمل تغييرات كتيره جدا وقعد ديانج وقعد محمود متولي اللي بيبدا الهجمه من تحت كويس جدا مع محمد عبد المنعم، رغم ان كان في اخطاء في ماتش ريال مدريد، الحاجات دي بتاثر بشكل كبير جدا. ولما الطرد حصل كل العيوب دي ظهرت في النادي الاهلي. النادي الاهلي اخر ربع ساعه
مشكله كبيره. ده فريق فلامينجو في اخر ربع ساعه في المباراه بعد الطرد الدفاع اتكشف ونص الملعب اتكشف، حتى لما كولر حب يعمل تغييرات ونزل حسين الشحات ونزل اليو ديانج في الاخر ونزل محمد هاني، خلاص المباراه كانت اتاخدت من النادي الاهلي. فانا شايف برضو ان السبب الثاني الرئيسي في الخساره النهارده كثره التغييرات اللي حصلت من كولر في تشكيله النادي الاهلي اللي بدات المباراه، وخصوصا في 3 لعيبه حسين الشحات واليو ديانج ومحمد هاني. ال3 دول فرقوا كتير جدا مع النادي الاهلي. ال3 دول لو بيلعبوا من بدايه المباراه وعندك جبهه زي احمد عبد القادر وعندك جبهه قويه زي حسين الشحات ناحيه اليمين، كنت هتقدر يعني تخلص الجيم بدري مع فلامينجو البرازيلي رغم قوه فريق فلامينجو. بس انا بقول لكم الاهلي افضل من فلامينجو البرازيلي. انا شايف كده كفريق قوي وفريق النتيجه برضو يعني زي ما قلت في ماتش ريال مدريد النتيجه ما تعبرش عن سير المباراه، النهارده برضو النتيجه ما تعبرش عن سير المباراه. فالسببين الرئيسيين لخساره النادي الاهلي النهارده التغييرات الكتيره اللي حصلت في التشكيل والروتيشن اللي ما كانش ليه لازمه، حتى لو في اجهاد بس ابدا حتى باللعيبه الاساسيه عشان الانسجام والتجانس والقوه الهجوميه بتاعتك اللي احنا فقدناها كتير بشكل كبير جدا النهارده في مباراه فلامينجو والبرازيل. الطرد طبعا فرق بشكل كبير زي ما قلت، وفي اخطاء كتيره ظهرت لازم كولر يشتغل الفتره الجايه على قلب الدفاع. في مشكله كبيره جدا في قلب دفاع النادي الاهلي، ويمكن معظم الاهداف اللي جت في النادي الاهلي في بطوله كاس العالم للانديه في ماتش ريال مدريد وفي ماتش فلامينجو البرازيلي من قلب الدفاع. في بعض الاخطاء البسيطه من بقيه اللعيبه، الشناوي مش طلع على الكره الجون الثاني، بس الحاجات دي كلها بتحصل في كل حته في العالم، خصوصا لما بتلعب مع فرق بمستوى مميز او مستوى عالمي. لكن الاهلي انا بقول لكم تاني قبل ما اختم معاكم، الاهلي فريق كبير جدا. الاهلي ظهر بشكل قوي جدا مع الفرق الكبيره عالميا زي ريال مدريد وزي امريكا، زي برازيل بطل امريكا الجنوبيه فريق فلامينجو، كسب بطل امريكا الشماليه فريق سياتل ساوندرز، بطل امريكا الشماليه كسب فريق اوكلاند سيتي حتى لو هو اضعف فرق البطوله، لكن ده بطل قاره برضه، بطل قاره الاوقيانوس. فانا شايف النادي الاهلي ادى بشكل كويس جدا، وحظ الاهلي وحش بصراحه في البطوله. يعني في ماتش ريال مدريد كان حظ النادي الاهلي وحش في الاوقات الاخيره وفي الكور والفرص اللي ضيعها، وحظ النادي الاهلي النهارده وحش في ماتش فلامينجو البرازيلي خصوصا في الطرد والحاجات اللي كولر او التغييرات الكتيره اللي بدا بيها المباراه النهارده كولر. دول كانوا اسباب رئيسيه. لو كان الامور دي لو ما كانش حصل طرد النهارده كان الاهلي كسب الماتش مستريح. لو كان الاهلي بدا بفرقته الاساسيه اللي لعب بيها امام ريال مدريد كان برضو هيبقى الاهلي افضل من كده كمان النهارده امام فلامينجو. لكن في النهايه بطوله مشرفه جدا جدا للنادي الاهلي. الاهلي في مصاف الفرق الكبيره على مستوى العالم كاداء وكشكل وكروح وكفنيات وكل حاجه. مش بقول كده مجامله او عشان عايز جمهور الاهلي يبقى انا بتكلم كويس على الاهلي، بقول فعلا. والنتيجه في ماتش النهارده وفي ماتش ريال مدريد ما تعبرش عن اللي حصل جوه المباراه وعن اداء فريق الاهلي. بشكركم. وان شاء الله الاهلي برضو على فكره رابع عالم دي حاجه كويسه جدا، مش حاجه وحشه. رابع عالم دي حاجه كويسه جدا. فان شاء الله كل الفرق المصريه خلال الفتره القادمه في كل البطولات يعني ربنا يوفقها وتعمل ماتشات كويسه ان شاء الله.